لمونديزير نيريليا عميدة منتخب هايتي في الوقت اللي امامنا كيغنيت بالو المدرب الفرنسي تقديم تعليمات للاعبه جينيفر ليماج لاعبه فريق لانس الفرنسي. صوره هند حسناوي حارسة مرمى المنتخب الوطني المغربي. تواجد هند حسناوي في الاحتياط. هناك الحارسه فاطمه الزهراء الجبراوي بالاضافه للحارسه زينب العرعاري حارسة فريق النهضة البركانية. روح احتفاظ بخديجة رميشي حارسة مرمى فريق الجيش الملكي واللي عندها خبرة وعندها تجربة. هي فرصة لمتابعة الآن الحارسة هند حسناوي بعد ما تابعنا فاطمة الزهراء الجبراوي. هذه فرصة محاولة دائما محاولة خطيرة. تدخل ياسمين مرابط دائما لفائدة منتخب هايتي. تغطية حاضرة. هناك خطأ بالفعل. هناك خطأ على اللاعب المدافع عزيزة الرباح. نصف ساعة مرات بسرعة. غادي ندخلوا الآن 15 دقيقة الأخيرة وربع ساعة الأخيرة من الشوط الأول. مباراة المنتخب الوطني المغربي للسيدات أمام منتخب هايتي كتجرى هنا بملعب الأبجيكو بمدينة الدار البيضاء. ملعب جميل واللي كيخضع العديد من الإصلاحات الآن حتى يكون جاهز لاحتضان استحقاقات قارية. تمريرة طويلة لفائدة المنتخب الوطني المغربي. مشات كرة في الجهة اليسرى لفائدة منتخب هايتي. بيير لويس دايانا كتدير الكرة لسناء بسودي. انطلاقة ديال بنشي دايل. هذه فرصة محاولة خطيرة لازم التغطية داخل المنطقة. هناك وضعية تسلل. كرة في الشباك لكن هناك وضعية تسلل صافرة ورايا لكن محاولة شكلت خطورة على دفاع منتخب الوطني المغربي. أمامنا لاعبة جودي تشيرلي لاعبة فريق لانس الفرنسي. تابع من جديد. لاحظوا بأن التسلل كان واضح للاعبة جودي تشيرلي بعد تمريرة مينشي دايل. كلير أنا كترجع الكرة لسيزار فيوليتا. مشات الكرة على مستوى الجهة اليمنى. لجينيفر ليماج. جينيفر كتلعب كرة في الوسط تعود من مينشي دايل لكونستان كلير أنا. كلير أنا بيير لويس دايانا في الجهة اليسرى للعميدة مونديزير نيريليا. كلاش من الكرة سكينة أوزراوي والكرة خارج أرضية الملعب. لاحظوا بأن خورخي فيلدا رودريغيز بالطبع اللاعبات بأن يكون هناك ودون يلعبوا الكرة في الأرض لكن يظهر بأن منتخب هايتي منتخب صراحة محترم لكن كيبقى دائما منتخبات بهذا الشكل مهم جدا نلعبوا مع مدارس مختلفة. اللاعبات يحتكوا مع عديد المدارس. مشات كرة في الجهة اليمنى. هذه فرصة ومحاولة بواسطة جودي تشيرلي. تشيرلي رفعت كرة داخل منطقة الجزاء. محاولة خطيرة. تدخل يبعد كرة بطرف نجاة بدري. سناء بسودي البحث عن المرتد الهجومي. كان تدخل امام غزنا الشباك. الحكمة كتطلب مواصلة اللقاء. تعود لزينب رضواني. رضواني للحارسة هند حسناوي. حنان او عزيزة الرباح. الرباح مرة أخرى. شريف جنة. تمريرة لابتسام جريدي. ابتسام جريدي كتحاول تخرج من الرقابة اللي مضروب عليها. هذه فرصة محاولة. تمريرة ممتازة على مستوى الجيل من انطلاقة ديال سكينة أوزراوي. تغطية حاضرة والحكم المساعد رفع الراية. تدخل كان أمام العميدة مونديزير نيريليا. خطأ لفائدة منتخب هايتي. تابع تدخل ديال سكينة أوزراوي لكن الحكم المساعدة رفعت الراية.
جينيفر ليماج كتلعب كره في الجهه اليسرى. جوزيف طابيتا. جينيفر على مستوى الدفاع هناك كلير انا. كاش هناك تسرع بناء الهجومي بالنسبه للمنتخب هايتي على مستوى الدفاع في الجهه اليسرى. جوزيف طابيتا. تمريره فقط لسلام سودي. علاش ما نحصل كره سلام سودي استرجع من طرف ميتشي تايل. مشات كره في الجهه اليمنى. محاوله خطيره لفائده منتخب هايتي واسترجاع كره بشكل ممتازه. شريف جنة والخطا. شريف جنة التغطيه كانت حاضره. كانت دفعت باللاعبه جودي تشيرلي الى ارتكاب الخطا. لاحظوا الطريقه باش استرجعت الكره اللاعبه شريف جنة امام جودي تشيرلي رغم القوه البدنيه ديال اللاعبه جودي تشيرلي. فريق النصر الفرنسي. ياسمين مرابط. عزيز الرباح. ياسمين مرابط. كرة في الوسط. موريل مودينين. كاش هناك خطأ. كرة أقرب للحارسة هند حسناوي. بما التعليمات من خورخي فيلدا رودريغيز المدرب المتوج باللقب العالمي رفقة لاروخا واللي كان عوض الفرنسي رينارد بيدروس. خورخي فيلدا اللي كان درب منتخب اسبانيا اللي اقل من 17 سنه وكذلك مع اقل من 19 سنه وكان فاز معهم بالميداليه الذهبيه 2010 2011 وكذلك الفضيه 2014 والبرونزيه في بطوله اوروبا للسيدات اقل من 17 سنه وكذلك بطوله اوروبا اقل من 19 سنه. 2022 كان ربع نهائي كاس اوروبا منتخب اسبانيا الاول ثم كاس العالم للسيدات فوز باللقب. نسخه 2023 كان فوز في المباراه النهائيه على منتخب انجلترا. وبالتالي هو في تجربه الان مع الكره المغربيه. طموح كبير لتحقيق نتائج قويه على المستوى الافريقي خصوصا التتويج بالكاس القاريه التي ستنظم بالمغرب. منتخب الوطن المغربي النسخه السابقه المنتخب المغربي كان وصل المباراه النهائيه بعد مسار كان ناجح. انتصارات دور المجموعات امام بوركينا فاسو وامام اوغندا وانتصار امام منتخب السنغالي. الدور ربع النهائي كانت تخطى منتخب بوتسوانا والدور نصف النهائي كان فاز على منتخب قوي ومنتخب نيجيريا قبل الوصول للمباراه النهائيه وكانت هزيمه نقول بانه صغيره امام جنوب افريقيا بهدفين مقابل هدف واحد. ان شاء الله المنتخب الوطني المغربي انه يفوز باللقب. وفي فيلدا رودريغيز بعد القرعه اللي وضعته امام زامبيا والكونغو الديمقراطيه والسنغال فاكد على قوه المجموعه والتنافس اللي غادي يكون منتظر بين جميع المنتخبات. لكن كاس افريقيا كما ذكرنا انه غتجرى على ارضيه المغرب وعلى اراضي المغربيه وبالتالي اكيد الجمهور سيكون حاضر وسيدعم لاعبات المنتخب الوطني المغربي. بالتالي محاوله تحقيق ان شاء الله نتائج ايجابيه لادخال الفرحه بالنسبه للجمهور المغربي الذي يفتخر كثيرا بهذا المنتخب. واحتضان المغرب المره الثانيه هذا الحدث الافريقي كيبقى دليل واضح الاهتمام الذي توليه اكيد الجامعه الامريكيه المغربيه لكره القدم اجل تطوير اللعبه محليا وكذلك على المستوى القاري. في صوره كيغنيت مالو 37 دقيقه مرات دائما تعادل سلبي 0 ليميتي بين المنتخبين. ترجع الكره للمنتخب المغربي. ياسمين مرابط لغزلان الشباك. غزلان الشباك ترجع كره مره اخرى. ياسمين مرابط. زينب رضواني تمريره في الوسط لغزلان الشباك. تبحث على لاعب بامكانها تطلب الكره في الوقت اللي نجاة بدري تطلب الكره في الوسط. كره في الجهه اليمنى زينب رضواني البحث على سناء مسودي. تغطيه حاضره من طرف جوزيف طابيتا. جينيفر ليماج بالطريقه باش خرجت الكره من جديد. كلير انا مستوى الجهه اليمنى. لويس باتشيبا تمرير على مستوى الجهه اليمنى. هذه فرصه ومحاوله خطيره لفائده منتخب هايتي. تمريره والهدف الاول لفائده منتخب هايتي بواسطه مونديزير ميريديا.
مونديزير نيريليا عميدة منتخب هايتي تتمكن من الوصول للمرمى. تمريرة كانت عرضية من الجهة اليمنى. لاحظوا الفرحة الكبيرة ديال الجماهير الحاضرة وكذلك الطاقم التقني. إذا الهدف أول لفائدة منتخب هايتي. مونديزير نيريليا تمكن من وضع الكرة في الشباك. لاحظوا العمل اللي قامت به جودي تشيرلي تمريرة المتابعة في الوقت اللي زين بردواني ما تمكنتش من هذا الكرة. لاحظوا التغطية ما كانش بشكل جيد على مستوى الدفاع ديال المنتخب الوطني المغربي، وبالتالي الوصول للمرمى وصول الشباك. على نتمنى انه هدف ما ياثرش على نفسيه لاعبات المنتخب الوطني المغربي من اجل ان شاء الله العوده في النتيجه. ما قلت بانه كتبقى مباراه مهمه، مباراه وديه دوليه، لازم اكيد تصحيح عديد الامور حتى نكونوا ان شاء الله واجدين 100% في منافسات وفي نهائيات كاس افريقيا المقبله. فاطمه تاكناوت لغزلان الشباك لفاطمه تاكناوت على مستوى الجهه اليسرى. مازال ما تابعناش تحركات ديال فاطمه تاكناوت، بامكانها تقدم حلول. مشات الكره في الجهه اليسرى شيري في الجنه، تدخل. اعتقد انه كان هناك خطا الوقت اللي الحكمه ماريا إيساتا ديالها كتمنح خطا لفائده منتخب هايتي. خطا لفائده منتخب هايتي. هذه تنفذ